شهد في الموقف الفلاني، ضحكت كانت لابسة جاكيت احمر وطرحة سودا. تمام، يبقى يوم الجمعة هضحك والبس طرحة سودا وجاكيت احمر اجمل. وكمان كانت حاطة ايلاينر وليب جلوس، يبقى هعمل كده برضو، هيبقى شكلي رائع اكيد شبه شهد. ازاي اكون شخصية مختلفة مميزة وجذابة؟ اكون يعني النسخة الاصلية، لازم اكون نفسي، يعني ما تصنعش، يعني انا بحب ايه، بكره ايه، لازم اعرف انا يعني ايه هواياتي وايه الحاجات اللي انا بحبها. مثلا انا بحب التصوير، مثلا انا بحب الميك اب، بحب التمثيل، لازم اعرف انا بحب ايه عشان ما تصنعش، عشان اكون ان انا لما اتحط في موقف معين اتصرف بالطريقة اللي انا هتصرف بيها، يعني اكون تلقائية طبيعية بالطريقة اللي انا اتولدت بيها. لما اكون نفسي، ودي نقطة محورية، ساعتها بكون مختلفة ومميزة وكمان جذابة. يعني مثلا انا عايزة اعمل حاجة معينة، اعمل مثلا قناة على اليوتيوب او اعمل صفحة على الانستجرام مثلا اعلم فيها الرسم، اي حاجة. مقعدش اقول بلاش قرايبي هيقولوا عليا ايه، صحابي هيقولوا عليا ايه، انا مالي ومال صحابي ومال قرايبي. المفروض انا اعمل الحاجة اللي انا عايزاها، دي حياتي صح، عايشة مرة واحدة، يبقى لازم اعمل الحاجة اللي انا بحبها واللي انا عايزاها، مادام الحاجة دي مش غلط ومش حرام. عشان لما بعمل الحاجات اللي بحبها زي قناة اليوتيوب او زي الرسم او زي التمثيل بكون مبسوطة وبحس نفسي، بحس ان دي انا. طيب عشان افضل انمي في شخصيتي عندي كذا طريقة، ممكن اعمل حاجات كتيرة جدا، من ضمنهم اقرأ كتب في علم النفس عن الموضوع معين، مثلا زي الثقة بالنفس، ازاي اتكلم قدام جمهور. كتب مهمة جدا بتخليني انمي دايما في شخصيتي واتعلم حاجات جديدة تخليني مميزة وتخليني مختلفة. اسهل حاجة ممكن اعملها كمان ان انا اسمع فيديوهات على اليوتيوب مثلا عن الطاقة الأنثوية وازاي انميها جوايا، كمان عن الثقة بالنفس، او اسمع بودكاست. جماعة اليوتيوب مليان دلوقتي عن حاجات عن تنمية الشخصية. لازم نكون عارفين ان شخصيتنا يا جماعة هي نتاج البيئة اللي حوالينا وافكارنا والحاجات اللي احنا بنعملها في يومنا. كمان لازم ناخد بالنا كويس من اصحابنا، لان هم بطريقة او باخرى بيأثروا علينا وبيغيروا في شخصيتنا، فلازم نختار ناس مش سلبية ونختار ناس مش توكسيك او سامين او مؤذيين لينا، عشان ده هيأثر علينا وعلى شخصيتنا. كمان الناس اللي بنتابعهم على السوشيال ميديا بيأثروا فينا برضو بطريقة او باخرى، فلازم نختار ان احنا نتابع ناس طموحة بتحب ان هي تنجح في حياتها، بتحب ان هي تطور من نفسها، ده كمان هينعكس علينا احنا كمان. خلاصة القول وخلاصة الكلام، لازم اكون تلقائية عفوية بتصرف بطبيعتي. بالنسبة لي انا كروضة، التكرار او التقليد ده شيء مرعب. ليه بقى؟ لانه ما ينفعش نبقى كلنا شكل واحد، طرحة واحدة، الوان واحدة، ستايل واحد. فبس كده، بتمنى توصلوا للشخصية اللي انتوا عايزينها بالطريقة اللي انتوا حابينها وتكونوا حاجة جميلة وبس. بحبكم قوي، باي باي.